يقابلنا بعض الأشخاص في قضايا الإصلاح مراوغين انتدبوا وحنا ندري، لكن نسكت عنهم أمل فإنهم يكونوا سبب في الصلح ويأثرون على الناس، وربنا ما نكسب أعداء، نكسب الناس في صفنا، ولا حنا فاهمينهم، لكن والله أننا نصبر، الله يعيننا عليهم. حركاتهم معنا تشبه حركات جحا مع قبائله. يقولوا يوم من الأيام صعد جحا على المنبر وقال: أيها الناس يا الربع، هل تعلمون ما أقول لكم؟ فقالوا: لا. قال: حيث أنكم لا تعلمون ما أقول فلا فائدة من الوعظ في الجحا. ونزل من فوق المنبر وخلهم. يوم جاء مرة ثانية وهو يصعد على المنبر في يوم ثاني قال: أيها الناس هل تعلمون ما أقول لكم؟ قالوا: نعم. فقال: حيث أنكم تعلمون فلا فائدة من الكلام والوعظ. عودة فوق جماعته قالوا: الرجال ما عنده سالفة ولا عنده علم ويكذب علينا، لازم نكشف على حقيقته. فتفقوا ربعه قالوا: خلوا نص منا يقول نعم لا من هنا شدنا، ونص منا يقول لا. في يوم جاء يوم من ثالث صعد على المنبر جحا فقال: أيها الناس أتعلمون ما أقول لكم؟ فقال نص منهم: نعم. وقال النص الآخر: لا. سكت شوي قال: إذن على الذين يعلمون منكم أن يعلمون الذين لا يعلمون. ما في عيلة، يعني مشيها.